السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم نعمة الصديق. النهاردة هنعمل فيديو مختلف شوية عن اي فيديو تاني انا قدمته. النهاردة مش هنعمل وصفة، احنا هنعمل فيديو عن التوفير، وهقولك 10 نصايح ان شاء الله توفر معاكي وتحوشي وتجيبي كل اللي انت عايزاه. قبل ما نبدأ الفيديو بسم الله وصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجة بقى هقولها لك، اول ما بتاخدي مصروف البيت في بداية الشهر بتبدأي تقسميه على الشهر. يعني بتقسميه ازاي؟ يعني بتشوفي مثلا انت بتدفعي كهرباء قد ايه، ميه قد ايه، نت قد ايه، وكل حاجة منهم تقسميها وتحطي فلوسها على جنب وتحطيها في استك. انا بعمل كده على فكرة، واحطها في استك، ويكون معايا ظرف وبحطها فيه، ويكون معايا ورق من اللي هو ورق الصغير ده بكتب فيه مثلا ايه، ان المبلغ ده كهرباء، واحط الورقة الف الفلوس فيها وبالاستك كده واحطها في الظرف، وهكذا. واقسم بقية الفلوس على 4 اجزاء، يعني كل اسبوع له جزء، وباخد 10% من المبلغ بتاع مصروف البيت بحطه، ده يبقى مبلغ الطوارئ. اي حاجة بقى ممكن تحصل او تواجهني خلال الشهر، إيه لا قدر الله اي حاجة، فبتلاقي مبلغ الطوارئ موجود معاكي، وده بيبقى في 10% حسب بقى المرتب بتاعك. وكمان بحط جزء صغير جدا من الفلوس، او جزء يعني حسب ما انت بتحدديه، صغير كبير حسب ما انت بتحدديه، يبقى ده صدقة. لازم بقى تطلعيه اول ما بتاخدي المصروف وتكوني عاملة حسابه حسب بقى مرتبك كبير صغير، فانت بتحطي الصدقة بتاعتك ولازم تخرجيها. صدقيني بتجيب بركة في الفلوس وبركة في الصحة، وحلوة جدا جدا، ولازم تعمليها، هتبقي مبسوطة وهتشوفي خير كتير جدا. تاني حاجة بقى عندنا هو خزين البيت. انا طبعا كاتبة كل الكلام ده معايا في الكراسة. اول حاجه او تاني حاجه خزين البيت بتاعك، هتطلعي الخزين بتاعك اللي انت اللي هو كان بتاع الشهر اللي قبله في البيت، هتشوفي عندك ايه اللي هو كان زياده موجود، وتفرزيه وتشوفيه وتحطيه على جنب. ده هتشوفي سعره كام وتكتبي اسعاره. يعني مثلا انت اتبقى عندك كيسين مكرونه، تشوفي سعرهم كام وتكتبيهم في الكراسه. اتبقى عندك كيس سكر، تشوفي سعره كام وتكتبيه، ازازه زيت، وهكذا. هتكتبي كل الحاجات دي في الكراسة بتاعتك وتحسبيها وتخصميها من مصروف البيت. ده هتتحط على المبلغ بتاع الطوارئ، لانها تعتبر انت كده بعتي الحاجات لنفسك، والمبلغ بتاعها حطيه معاكي على جنب، هينفعك جدا لا في الطوارئ او بعد كده، لان هو هيعتبر مبلغ من مبلغ التحويش اللي احنا قلنا عليه. ده اول بند. تاني حاجة عندك الكراكيب بتاعتك في البيت. الكراكيب بتاعتك دايما ترتبي الظرف بتاعة المطبخ، وتشوفي الادراج بتاعة الولاد والكلام ده. هتطلعي كراكيب كتير جدا، هتطلعي ازايز ما انتش عايزاها، وهتطلعي كتب ما انتش عايزاها، وحاجات من المطبخ. يعني لو حلة ألمونيوم مثلا يعني اتحرقت قوي او مش نافعة، يعني كل الحاجات دي هتطلعيها على جنب وهتديها. بتتباع دلوقتي وبتبقى بسعر حلو، حتى الألمونيا سعرها غالي جدا، فانت ممكن تبدليها او تعمليها جرانيت في مصانع بتاخدها، او ان انت تبيعيها. هتجيب لك مبلغ هتجيب لك مبلغ كويس. وطبعا في ناس كتير بتعدي بتاخد الكلام ده، يعني انت مش هتروحي في حته ولا اي حاجه، انت هتجمعيها وتستني للراجل اللي هو بيعدي ده تديها له، هيديكي بدلها فلوس، ويبقى انت كده كسبتي فلوس من غير اي حاجه من حاجات انت كنت هترميها اصلا. تالت حاجه بقى معايا الزيت اللي انت بتستخدميه. طبعا الزيت ده انا كنت قبل كده برميه في التويليت، او ان انا يعني آه، مش بستخدمه. لكن دلوقتي ما بقتش ارميه خالص، انا بجمعه. وطبعا مش بديه للي بيعدي ده، لان هو طبعا احنا ما نعرفش هما بيعملوا بيه ايه. انا بجمعه وبعمل بيه صابون مواعين. وانا قبل كده ما كنتش بستخدم صابون المواعين، بس من ساعه ما عملته وعرفت الطريقه دي بقيت بعمله
لانه بينفعني جدا جدا. بغسل بيه المواعين، الالمونيا بيبقى حلو قوي، وكمان بغسل بيه البوتاجاز بتاعي، بيبقى بيلمع وجميل جدا. وكده انا اكون عملت اعاده تدوير للزيت واستخدمته في حاجه مفيده، بدل ما اسد بيه البلاعات عندي، او ان انا اديه للي هم بيعدوا، ما بقاش عارفه هم بيعملوا بيه ايه. فكده انت استفدتي من الزيت اللي انت كنت هترميه. بعد كده رابع حاجة البريل. طبعا البريل ده هو موجود في السوبر ماركت، هو غالي. لو احنا عملناه في البيت بيوفر معانا كتير جدا. بنجيب الخلطة من عند اي حد بتاع منظفات وبنعملها في البيت، وانا عملته قبل كده على القناة وهو سهل جدا وبيتعمل بسهولة. وتعمليه في البيت وبيديكي اكياس كتير او ازاز كتير، طبعا بتوفر وبتقعد معاكي طول الشهر واكتر كمان. او ممكن تشتريه سايب من عند بتاع المنظفات، لكن ما تشتريهوش من ازايز من السوبر ماركت لانها بتبقى اضعاف اضعاف. كمان الشاور، احنا هنقدر نوفر في الشاور جدا، لانه هو برضو بيتباع له خلطة عند بتاع المنظفات، نقدر نجيبها ونستفيد بيها. وفي نفس الوقت هنوفر في سعر الشاور اللي بيتباع غالي جدا. هنبقى احنا كده وفرنا كمان في الشاور. وبالنسبة بقى للشامبو، طبعا في ناس بتبقى على قدها جدا وما بتقدرش تشتري الشامبو. انا عايزه اقولك ان انتي بصابونه اللي هي بزيت الزيتون دي تقدري تغسلي شعرك بيها وبعديها تعملي بلسم، وهيبقى افيد جدا جدا من الشامبو، وبتدي طراوه جدا للشعر وحلوه جدا. وكمان تقدري ما تستخدميش كريمات للشعر، تقدري تستخدمي زيوت للشعر. الزيوت ارخص وفي نفس الوقت افيد. حتى الممثلين بيقولك وبينصحونا باستخدام الزيوت. فالزيوت لو جبتيها من عند العطار هتوفر معاكي، واحسن 100 مره من الكريمات اللي هي بتضر الشعر اساسا، لان فيها كيميكال وكل ده بيضر الشعر. اخيرا بقى في شويه حاجات كده سريعه برضو عايزه اقولها لكم. يعني مثلا المكرونه البشاميل، بدل ما بنغرقها بقى جبنه موتزاريلا والكلام ده، طبعا الحاجات دي بقت غاليه. فطبعا الناس اللي عايزه توفر مش لازم ابدا نحط جبن على وش الموتزاريلا، او تكتري من الجبن يعني مثلا في البيتزا والكلام ده تقللي. وفي نفس الوقت ممكن تحطي طعم الجبنه اللي بيتباع عند العطار، لو حطيتيه على المكرونه البشاميل على وشها وكترتي منه، بيدي ريحه حلوه جدا وبيقلب ريحه البيت وطعمه جميل برضو. وكده بتبقي انتي وفرتي، بدل ما هي اصلا المكرونه البشاميل مش بتبقى محتاجه جبن كتير، هي اصلا دسمه يعني لوحدها. كمان ما تكتريش فيها العصاج بتاع اللحمه، قللي فيها كميه اللحمه. بدل يعني زمان كنا بنحط نص كيلو، لا، اللي نص كيلو لحمه مفرومه نحط لها على صينيه نص كيلو مكرونه. لا، احنا نقلل من نص كيلو لحمه، اللي ربع كيلو لحمه مفرومه يتحط على صينيه نص كيلو، كده تبقى معقوله. كمان عندي الكوينز اللي هي اللي بيتبقى، يعني مثلا لو بعتي ابنك يشتري طلبات واتبقى 2 جنيه 3 جنيه، الفلوس الكوينز دي بقى عندك علبة دايما في المطبخ تحطيهم فيها، بعد فترة هتلاقي اتكون عندك مبلغ كويس، هتحطيه طبعا على فلوس الطوارئ. فالحاجات دي كلها لو احنا مشينا على النظام هنلاقي في الاخر ان احنا نقدر نعمل حاجة، وان احنا بنوصل للي احنا عايزينه. لان النظام من اول خطوة، لان النظام ده اول حاجة بتوصلنا للنجاح وتوصلنا اللي احنا عايزينه. فالنظام النظام النظام، يعني احنا لو مشينا على الخطوات دي ومشينا دايما بانتظام، خلاص اعرفي ان انت هتوصلي للهدف اللي انت عايزاه، او الهدف اللي انت بتحوشي عشانه او بتوفري عشانه. لان احنا لازم نبقى حاطين هدف التوفير ده ليه، احنا بنوفر ليه، مش نوفر وخلاص، مش عشان احنا بنوفر وخلاص. لازم يكون عندنا هدف احنا بنعمله او بنوفر علشانه، علشان نقدر نحس بالانجاز وبالنجاح لما نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها. آه،
وبكده اكون خلصت الفيديو معاكم النهارده. ارجو ان النصايح دي تنفعكم ان شاء الله، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية كتير عن التوفير. لو عجبكم قولوا لي في الكومنتات، وانا هعمل لكم سلسله عن التوفير ان شاء الله. وقبل ما اقفل الفيديو متنسوش تدعوا لابني مازن بالرحمه والمغفره، ان ربنا يرحمه ويغفر له ويدخلوا الجنه من اوسع ابوابها. واشوفكم في وصفات تانية كتير وفي فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.